سلام. دي أول وصفة ليا وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم طبخاتي. يلا نبدأ. طبختي لليوم فرنش توست، اسمها الأصلي بان باردو، ومن أشهر الأطباق الموجودة في فرنسا، وما في مطعم أو بوفيه فطور إلا وما يكون موجود فيه. هي عبارة عن شرايح توست مغمسة في خليط، طبعا لها طرق مختلفة وفي منها المالح والحلو. هعطيكم وصفة سهلة ومكوناتها إن شاء الله موجودة في كل بيت. هنحتاج توست يكون مر على تاريخ إنتاجه 2 أو 3 أيام، رشة قرفة، فانيليا، وملعقة سكر، بيضتين، 3 كوب حليب سائل، ملعقة زبدة. خلطت كل المكونات مع بعض ونخلطه تمام إلى نتأكد إنه حبيبات السكر دابت. الكمية اللي أنا سويتها تكفي 4 أشخاص، ممكن تزودوا. أغمس التوست من الجهتين ولازم أتأكد إنه كل الأطراف اتشربت الخلطة. ضغطت الزبدة على حرارة متوسطة. طبعا لا ننسى انه نقلب التوست من الجهتين تقريبا كل دقيقة على اساس اتأكد انه هو حمر من برا واستوى من جوا. ما نستنى يحمر من جهة بعدين نقلبه على الجهة الثانية. اخر شيء انا رشيت عليه سكر ابيض، ممكن انتوا ترشوا عليه سكر بني. طبعا لما ترشوا عليه السكر من جد يعطي نكهة مرة طعمه، يعني شيء مرة مهم. آخر شيء أنا زينته بسكر البودرة والعسل. زينوها بالطريقة اللي تعجبكم. زينوها بصوص الفراولة، صوص القب اللي هو تبع البانكيك. زينوها بالطريقة